مش اطلع بره، ولازم تعرف ان اللي حصل فيا ده هيفتح عليك ابواب جهنم، ويا ويلك مني يا منولي. بس لما اخرج مش لما تبقى تخرج. واكد لك يا اندريا ان انا ما كانش عندي فكره خالص بموضوع الشحنه دي. عارف يا منولي. اندريا، انت عارف انا قد ايه مخلص ليك، وانا على فكره مصري مش عدوي ولا ليا دعوه باللي حصل له دي. انا كنت حتى عنده لسه في المستشفى، كنت بزوره واطمن عليه وجبت له ورد كمان. ميرسي يا منولي، فيك الخير. وانت عملت خير كويس قوي يا اندريا انك رجعت الشحنه دي. تفتكر مين وراها اندريا؟ ما اعرفش، لكن محمود لما هيخرج من المستشفى اكيد هيكشف عمليه جديده. ما هو المهرب مش هيبطل تهريب، والحرامي مش هيبطل سرقه يا منولي، ولا ايه؟ طبعا 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 يا اندريا طبعا. عن اذنك يا اندريا، عن اذنك. منولي. ايوه اندريا. على فكره انا عينت محمود نائب ليا، يعني شغلك من هنا ورايح هيبقى تحت اشرافه. ها؟ اثبت مكانك. سلمني على منولي. انتخبوا ابن اسكندريه البار، رجل البر والاحسان، المهندس حسين الدهشان. انتخبوا مين؟ الدهشان. وحبيبكم مين؟ الدهشان. الراجل الجد الدهشان. حبيب الكل الدهشان. الراجل الصح في الزمن الصح. الراجل الصح في الزمن الصح. والراجل الصح في الزمن الصح. الراجل الصح في الزمن الصح. انتخبوا مين؟ الدهشان. وحبيبكم مين؟ الدهشان. راجل ناجحين الدهشان. الدهشان 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 وده بقى مهندس الساعة 8 ان شاء الله. تعالى يا يوسف اتفرج. هيتفرج على ايه؟ حد بقى فاهم سواق التاكسي بقى يقول عليه باشمهندس، والحلاق بقى يقول عليه دكتور. ايه الدوشه اللي بره؟ حسين الدهشان هيبقى عضو مجلس الشعب. هو مش ده الراجل اللي كان معاه ابويا؟ هو بس خلاص بقى الملعب فضي والفيران خرجت للدخول. حلوه الفيران اللي خرجت للجوار دي، في كلام كبير انت اليومين دول. ناس تقول جواز هترسم في اوضه بطل. يوسف بيه بيعرف يتريق وما تريقش ليه يعني؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل؟ تحب اخش لك قافيه؟ ايه يا درش بس يا حبيبي؟ مالك داخل على الواد كده زي ما تكون رئيس عصابه؟ رئيس عصابه ايه؟ ده من اول قلم هيغني ظلموه ده. كمان عرفت ظلموه؟ الله يرحم ايام الايس كريم لما كنت بتفطر بيه الصبح. يوسف ده زين الشباب الانفوش. طبعا كنت عليا هتاكلني عشان يوسف ده وصل يتيم. يا ولد انت معزتك من معزه تحت. ايه صحيح احمد ما بيجيش ولا زياره واحده؟ آخر مرة كان هنا من حوالي شهرين تقريبا. ادي اللي عملوا فيه مسيح. اخواني واهل دايرتي الاعزاء، طول عمري منكم وانتوا مني طبعا، لان بناتكم بناتي
ولادكوا ولادي، تعليمهم عليا وجوازهم كمان عليا. انا بيتي مفتوح لكم، مكتبي هو مكتبكم، انا مكاني على الارض، انتوا مكانكم فين؟ انتوا مكانكم هنا في قلبي. وده من امتى الكلام ده بقى ان شاء الله؟ يعني احنا لا نعرفوك ولا انت تعرفنا. ولا سيبوه سيبوه سيبه بقول. انت اسمك ايه يا شاطر؟ مالكش دعوه باسمي. ده الولا مصطفى اللي بيشتغل عند محمود المصري، والولا ده يبقى يوسف ابنه. والله كبرت يا واد وبقيت راجل. انا طول عمري راجل وابن راجل. وابوك ازايه؟ احسن منك. مش غريبة عليك، لسانك طويل وقليل الادب طالع له. لولا ان انت راجل كبير انا كنت رديت عليك. ولد إنما انا بقى متربي. ولد سيبه قلت لك. الله 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 الله، تعالى يا يوسف، تعالى يا ابني، تعالى يا يوسف، تعالى تعالى. تنتخبوا مين؟ انت يا حبايبكم مين؟ انت مالك انك حين؟ معقول اللي انت عملته ده يا مصطفى؟ يا دهشان انا عملت ايه يا دهشان؟ يا حبيبنا يا دهشان حدثني يوسف فيها. مصطفى عمل نفس اللي انا كنت هعمله يا عم محمد. يا ابني ملوش لزوم، ده راجل شراني. انا ما يهمنيش من حد. بتضحك عليه بقى دلوقتي؟ فكرتني ملوك، روح الجدعانه بتاعته دي وراسه الناشفه. مع انك انت لما جيت من بره ما كنتش بتعمل كده. ما انا اتعلمت الجدعانه دي منك يا عم محمد. الله يكرم اصلك يا ابني. بكره ان شاء الله لما اتخرج هعمل فيلم رومانسي واجيبك بطل. بطل؟ ايوه طبعا. مش الحب ده يعني حنان، يعني حنيه، يعني طيبه، وانت الحاجات دي كلها يا عم محمد. ربنا يكرمك يا ابني وتبقى احسن واحد في السيما. احمد، انت دلوقتي بقيت مؤهل بشكل كبير انك تكون امير الجماعه. انا لا تندهش، هذا راي مفتي الجماعه. احمد، انت شخصيه قياديه متمسكه بتعليم دينها، يعني تقدر تسيطر على عدد اكبر من الشباب. لكني افضل ان ابقى كما انا. هذا امر. ماذا سافعل كامير؟ كما قلت لك سابقا، سنتحول الى الجهاد في سبيل الله. بمعنى؟ يقول الله في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوهم حيث ثقفتموهم. الكلام ده عن كفار مكة. الحال هو الحال. لا استطيع. ماذا تعني بلا تستطيع؟ لست مستعدا بعد، كما انني افضل حياة الدعاء والهدوء التي اعيشها. وهل تعلم من اين ياتي طعامنا وشرابنا؟ اقول من تبرعات اهل الخير. ومن هم اهل الخير؟ ولماذا يدفعون؟ لا ادري. نحن هنا لسنا لكي ناكل ونشرب ونصلي ونقرا القران. نحن في مرحله ما قبل الجهاد، وقد حان وقت الجهاد. ومن هم الذين سوف نقاتلهم وبأية وسيلة؟ ليس هذا وقت الحديث أو التفاصيل، ما عليك إلا أن تنفذ الأوامر عندما تصدر إليك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ألست مسلما مؤمنا؟